السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا متابعينا الأعزاء في كل مكان. قبل البدء بتفاصيل هذا الفيديو أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. اليوم سنتحدث معكم في هذا الفيديو عن موضوع مهم للشارع الرياضي وللجمهور اليمني ولعشاق اللاعب عبد العزيز مسنون، نجم المنتخب اليمني للشباب والمحترف في الدوري السعودي للشباب مع فريق العروبة للشباب. وبصراحة تألقه الكبير والرائع في الدوري السعودي وتسجيل الأهداف في غضون 3 مباريات، سجل 5 أهداف، والأداء الرائع من هذا اللاعب القادم بقوة مع منتخبنا الوطني للشباب في بطولة كأس آسيا القادمة للشباب بإذن الله تعالى. هذا اللاعب شغل مواقع التواصل الاجتماعي والجهاز الفني بالنسبة لنادي العروبة الأول، الذي من الممكن بأن ينتقل هذا اللاعب إلى اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين مع فريق العروبة بعد العروض القوية الذي قدمها هذا اللاعب، ويستحق أن يكون متواجدا مع الكبار هنالك في الدوري السعودي للمحترفين في دوري روشن. طبعا منتخبنا اليمني حاليا يعسكر في قطر استعدادا لمواجهة المنتخب الكويتي هنالك في قطر. المباراة ستقام في يوم الاثنين القادم. طبعا الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي استدعى اللاعب عبد العزيز مسنون للانضمام للمنتخب والالتحاق في المعسكر الإعدادي استعدادا لمواجهة المنتخب الكويتي، وذلك لتجربة اللاعب في المباراة الرسمية الودية، كون أن المدرب الجزائري هو من اكتشف هذا اللاعب ومنحه الفرصة للمشاركة مع منتخبنا اليمني الأول. وهذا اللاعب قدم مستويات كبيرة فيستحق أن يكون متواجدا كأصغر لاعب ينضم إلى منتخبنا اليمني الأول. 17 عاما عمر اللاعب عبد العزيز مسنون وقد قدم مستويات كبيرة، فكان من الطبيعي ومن الممكن بأن الجهاز الفني يستدعي هذا اللاعب، ولكن الرد جاء من إدارة نادي العروبة للشباب برفض تواجد هذا اللاعب في المعسكر الإعدادي، وذلك لأهمية تواجد هذا اللاعب حاليا في الدوري السعودي، وأيضا يلعب أساسيا مع فريقه العروبة للشباب. قدم مستويات عالية. الجهاز الفني في نادي الشباب يعتمد على هذا اللاعب، يلعب أساسيا في جميع المباريات، ولا يمكن الاستغناء عن هذا اللاعب بالنسبة للمباريتين الودية، وهذا حق من حقوق النادي. بالنسبة لهذه المباراة لا يمكن السماح للاعب للانضمام للمنتخب بالنسبة للمباريتين الودية القادمة، ولكن إن شاء الله تعالى أن يكون اللاعب متواجدا في البطولة الرسمية بطولة كأس الخليج القادمة، إلا إذا كان لنادي العروبة رأي آخر، وأيضا رئيس النادي بالإضافة إلى مدرب الفريق الذي تمسك بهذا اللاعب قد يحرمه مشاركته في بطولة كأس الخليج القادمة، أيضا حاله كحال اللاعبين المتواجدين في الدوري العراقي. إلى الآن اللاعبين لا يستطيعون المشاركة مع منتخبنا الوطني، وذلك بسبب رفض أنديتهم المشاركة في بطولة كأس الخليج، لأن بطولة كأس الخليج كما تحدثنا من قبل غير معترف بها من قبل اتحاد الفيفا، فلا يمكن لأي لاعب الانضمام إلى هذه البطولة إلا بموافقة النادي الذي يلعب له. وإن شاء الله تعالى أن يتم السماح لهؤلاء اللاعبين بالانضمام للمنتخب، خصوصا ونحن لدينا مباريتين ودية أمام الكويت وأمام عمان، فهذا وقت حضور اللاعبين المحترفين إلى المنتخب، وذلك للإعلان عن القائمة النهائية، وستكون من خلال المباراتين الودية. أما غير ذلك فالمدرب الجزائري نور الدين ولد علي قد يقع في المحظور، وقد يخرج منتخبنا الوطني في هذه البطولة أو بطولة كأس الخليج بنتائج كارثية وغير مرضية. هذا ما كان لدينا من آخر الأخبار والمستجدات لهذا اليوم، ودمتم في أمان الله.